ساكنة مدينة اسفي على الصمود ديالهم والتضامن ديالهم، وكذلك التضامن ديال الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان اللي حضرت اليوم معنا. تحية نضالية من داخل جبل موحد لجمعية المعطلة باسفي. وقفة اليوم أمام المحكمة الابتدائية باسفي هي وقفة تضامنية تنديدية. وقبل ما نخوض في هذا الأمر نحيي الإطارات اللي حضرت اليوم واللي جات كذلك باش تضامن وتآزر المعتقلين في واتزم. وكنخص بالذكر الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع اسفي والمركز المغربي لحقوق الإنسان فرع اسفي. وحنا كنقولوا من هذا المنبر كفاكم اعتقالا، كفاكم تهميشا، كفاكم إقصاء. ورسالتنا من أمام المحكمة الابتدائية غنوجهها المكتب الشريف لا شريف للفوسفات. أيها المكتب، قدست الأموال ديالك وصيفطتيها لسويسرا ولبنما ولودينا واعتقلتي أبنائنا المعتقلين في واتزم، الأخوين أحمد وعبد الصمد سومي. كنقولوا لهم وكنقولوا للعائلات ديالهم والمنادين في واتزم وفي المناطق الفوسفاتية، هذه الانتفاضة ديال المدن الفوسفاتية هي انتفاضة شعبية عادية للإقصاء الممنهج اللي كيطلعنا من هذا المجمع. حنا عندنا محضر 12 يوليوز وكيتنصل منه، ولهذا كنقول انه ليس شريف. كيعتقل ابناء ولاد زم والمدن الاخرى وكيقول عن نفسه انه شريف. اي شرف هذا؟ ايها المجمع، ايتها الحكومة، ايها المسؤولون، نقسم بالله وغنقولها بالدارجة، أنا بغيت نبات هنا، هنا بغيت نبات هنا، أنا بغيت نبات هنا، هنا بغيت نبات هنا، حتى يخرج المعتقل، حتى يخرج المعتقل، حتى يتحرر المعتقل، حتى يتحرر المعتقل، حتى نتحرر روحنا، حتى يتحرر روحنا، حتى نشتغلوا حنا، حتى نشتغلوا حنا، حتى نخدموا حنا، حتى نخدموا حنا. وكنقولها بأعلى صوت، راه القمع ما كيرهبناش، راه السجن ما كيرهبناش، كيعرفوها المسؤولين في المدينة وجربوها، وكيعرفوها المسؤولين في المناطق كاملة في المغرب. المعطلون هم أحرار وغيبقوا أحرار، وما غيرهبنا لا الأمن ولا المخزن ولا العسكر، فإما نعيشوا في هذه المدينة أحرار أو نموتوا. راه لا حياة بدون شغل ولا كرامة بدون حرية ولا حياة لنا المعتقلين في السجون. القمع لا يرهبنا ولا يفنينا، وقبل ما نختم كنحيي المناضلين من مدن خليفكا، بن قرير، بوشيبه، واتزم، اليوسفيه الى غيرها من المدن، وكنقولوا لهم اتحادنا قوه، اتحادنا قوه، وصمودنا مطلب، وهدفنا الشغل. وليخسع الخاسئون، وليخسع المجمع الشريف الذي يخزينا،
ويخضع كل مسؤول كيشغل ولاده وكيستثني ولاد الشعب.